امير عزمي مجاهد اللي دايما بنستمتع بيه اثناء تواجده طبعا معانا في البريمو، مديرا فنيا دلوقتي لفريق نجوم المستقبل، وان شاء الله كل التوفيق ليه في الفتره القادمه. مساء الخير يا امير. الو امير مساء الخير. ازيك يا كابتن فاروق؟ مبروك عليك. الله يخليك يا كابتن، الله يخليك. انت كنت موجود في الجهاز قبل كده، في الجهاز النجوم يا كابتن امير صح؟ لا ده اول مره. اول مره؟ طيب يعني شايف الوضع بالنسبه لك كاول مره كمدير فني هتستغله ازاي في ان شاء الله تبقى معبر عن جيلك في جزئيه التدريب يا كابتن امير؟ والله يا كابتن فاروق، يمكن الحمد لله يمكن الواحد يشتغل في نادي الزمالك، وطبعا نادي بحجم نادي الزمالك اللي انت تشتغل فيه سنتين، واشتغلت طبعا مع اكتر من جهاز زي طبعا مستر جروس والكابتن خالد جلال، وان انت تحقق بطولات، واتعاملت طبعا مع لعيبه كتيره، فيمكن الواحد يمكن اكتسب خبرات الحمد لله من فترته في نادي الزمالك. بالاضافه طبعا اللي انت حته طبعا اللي انت السفر الكتير والمعايشات والتدريبات والحاجات دي، فالحمد لله الواحد يمكن حابب مهنه التدريب اللي من خلاله زي ما اقول لك الواحد لازم يتعب في حته التدريب دي اللي انت بتزيد منها طبعا، بتزود نفسك منها. يمكن الحمد لله الواحد انا ما استعجلتش، يمكن انا حتى لما مشيت من نادي الزمالك درست كويس، شفت واكتسب خبرات، ويمكن الناس لما اتكلموا النهارده معايا الحمد لله الواحد سيرته كويسه، حتى لما كان شغال مع الزمالك او مع الكابتن خالد في نادي مصر الحمد لله، والناس اللي اتعاملت معايا عارفه الحمد لله شغلي وكده، وثقه طبعا كبيره من مستر محمد الطويله النهارده اللي حط ثقته فيا. الحمد لله يمكن انا رحت النهارده واتفقت مع الناس، والناس بصراحه استقبلتني كويس جدا، وناس محترمه جدا، وبس وخلاص وربنا يسهل. الوضع جه ازاي يا كابتن امير؟ يعني هل المهندس محمد كلمك ولا كان في وسيط ما بينكم انتوا الاثنين؟ والله بص يا كابتن فاروق، يمكن كان في وسيط طبعا، يعني طبعا مستر محمد كان كلمني، وكان في وسيط يمكن مش وكيل او حاجه، لا هو وسيط ممكن مشترك بيني وبينه، يعني صديق ليا وبرده ناس وحد قريب برده منهم وبتاع، ويمكن لما اتعرض اسمي الحمد لله يمكن لقى قبول عند لا هو صراحه المهندس محمد طويله دايما بيشجع الشباب بشكل كبير يعني. بالظبط، يمكن قبل كده هو ادى فرص لمدربين كتير جدا اشتغلت هناك، والحمد لله يمكن انا قعدت النهارده واتكلمنا، والحمد لله كان في توافق في الكلام. اتمنى ان شاء الله باذن الله الواحد يضيف لنادي طيب التشكيل يا كابتن، التشكيل الخاص بالجهاز الفني انت اخترته ولا لسه، ولا هيتم التناسق مع معايا طبعا معايا الكابتن حماده نصر طبعا. جميل. ده طبعا لاعب في نادي الزمالك، وجيل الكابتن سامي الشيشيني او جيل الاكبر او جيل الكابتن سامي الشيشيني طبعا. كابتن حماده نصر يمكن كان شغال في الامارات والسعوديه، واشتغل في قطر طبعا. كابتن حماده طبعا عارفين طبعا. بالظبط معايا، وهم طبعا يمكن عندهم مدرب حراس برتغالي، وانت عارف يا كابتن فاروق اللي الماتش 48 ساعه المباراه الداخليه، يمكن النهارده لما قعدت مع مستر محمد الطويل يمكن كل الكلام عن المباراه، يمكن احنا رتبنا الجهاز لحد دلوقتي، وهنشوف ان شاء الله الفتره اللي جايه، بس انا اتمنى ان شاء الله لفرقه النجوم باذن الله الفتره الجايه تعمل شكل كويس في الدوري ان شاء الله، ويمكن لسه احنا بدايه الدوري. صعب برضه القسم الثاني يا كابتن امير، محتاج مجهود كبير. طبعا ماتشات صعبه، وماتشات انا في وجهه نظري الماتشات كلها صعبه، لكن زي ما بقول لك احنا هنحاول نجتهد، نحاول نعمل اللي علينا، ونحاول ان شاء الله باذن الله نعمل نتائج كويسه باذن الله، اللي من خلال الواحد الحمد لله يعني الناس تحس ان فعلا في اضافه ان شاء الله، وربنا يكرم الفتره الجايه ان شاء الله. كابتن امير يعني ما يحدث في نادي الزمالك في التوقيت الحالي، شايف المباراه الاولى ومكسب نادي الزمالك، ولكن عنده مباراه صعبه امام بيراميدز، برضه شايف الامور ماشيه ازاي؟ هل الامور رايحه للاستقرار ولا ما زالت الامور محتاجه وقت؟ والله بص يا كابتن فاروق، يمكن انا شايف ان المكسب بتاع المقاولين العرب ادى استقرار شويه في النادي. انا شايف ان الناس بتحاول الفتره دي تلبي رغبات اللعيبه او الحاجات الماديه، يمكن لسه حتى النهارده قاري خبر العمال هيبداوا، العمال قبضوا لسه الاداريين والمدربين، فواحده واحده ان شاء الله. احنا يعني انا شايف ان الزمالك ان شاء الله هيسير بشكل جيد الفتره الجايه باذن الله، وانا شايف انا قلتها اكتر مره، يمكن نادي الزمالك فرقه من احسن فرق يعتبر او من احسن عناصر موجوده في مصر، محتاجه بس تركيز الفتره الجايه، محتاجه ان شاء الله كل مباراه تبقى فيها مكسب، لكن زي ما قلت لك ان شاء الله الاستقرار هيجي من جوه النادي واولاد النادي، وفي نفس الوقت زي ما قلت قبل كده طبعا المجلس الاداره السابق عمل اللي عليهم، والناس عملت اللي عليهم، واكيد ليهم انجازات، فنتمنى الناس كلها تجتمع ان شاء الله الفتره الجايه باذن الله لمصلحه نادي الزمالك. حاجه برضه عايز اضيفها بالنسبه لي انا كشخصيه، يمكن انا برضو بدي كل واحد حقه، يمكن انا خدت فرصتي كتدريبيه طبعا مع الاداره السابقه، ولازم اقول كده، والناس كان عندها ثقه في امير واشتغلت، فبرضه واجب عليا ان انا اشكر الناس دي اللي ادتني الثقه، وده لازم اقوله. بس فنرجع لنادي الزمالك زي ما اقول لك ان شاء الله باذن الله مباراه بيراميدز اكيد مباراه صعبه، صعوبتها اللي بيراميدز طبعا جاي بالخساره قدام الاتحاد السكندري،
فالموضوع هيبقى صعب بالنسبه له ان انت هتخسر مباراتين، اول مباراتين في الدوري. لكن في نفس الوقت برضه نادي الزمالك بيلعب على المكسب، اللي انت برضه عايز لازم تمشي على طول في الجدول، تمشي اول. صح. فدي صعوبه المباراه. لكن زي ما بقول لك انا شايف لو نتكلم ككوره او كجاهزيه، انا شايف نادي الزمالك مش هو ده الكلام ده عشان الزمالكاوي، لا، نادي الزمالك اكتر جاهزيه، لاعب في الكاس، لاعب نهائي افريقيا، فحته المباريات والضغط المباريات والحاجات دي هو ممكن يكون اللي هتبقى ليها استفاده شويه، او نادي الزمالك هيبقى مستفيد منها في المباراه طيب دي. انا برضو يعني اخدتك في فكره الفنيات، لكن انا بتكلم على الجزء الاداري، ما يدير الفريق الكوره كابتن امير، لجنه الكوره يعني، وتواجد الاسماء الكبيره يعني، وكابتن فاروق جعفر في تواجده مع الفريق، رايك في الجزئيه دي يا كابتن امير؟ بص يا كابتن، يمكن انا قلت قبل كده، انا رايي انت النهارده جايب ناس محترمه جدا زي الكابتن ايمن يونس، كابتن اشرف قاسم، كابتن عبد الحليم علي. وانا شايف الناس دي بتحب نادي الزمالك فعلا، الناس دي عايزه تشتغل، ومفيش واحد عايز يشتغل عايز يفشل. الناس دي عايزه تشتغل وعايزه تنجح. انا في وجهه نظري الثلاثه دول قادرين يلموا الدنيا مع فريق الكوره. وجهه نظري بالنسبه للجان، انا شايف اللجان كتير جدا. انت لو هتعمل لجان في الكوره بالكميه دي، خلاص انت بقى تعمل في الباسكت، وتعمل في الطاير، وتعمل في الهاندبول، وتعمل في مش هينفع قصه اللجان. هي الموضوع بسيط جدا. انا شايف لو في لجنه كوره عايزه يعملوا لجنه كوره، ممكن يبقى لجنه كوره يبقى 3 اشخاص فقط لا غير، وناس ممكن تكون برضو دم جديد، او لازم يبقى في عنصر الشباب وعنصر الخبره. لكن ما ينفعش ان انت تجيب شباب كله، وما ينفعش تجيب ناس خبره كلها، يبقى في تنوع. الحاجه الثانيه بيبقى في مدير قطاع ناشئين وشكرا. لكن حته اللجان الكتره يا كابتن محمد، الكتره في عدد اللجنه كابتن، ولا قصدك اللجان بشكل في اللجان في اللجان يعني لجنه حكماء ثم لجنه كوره؟ لا في اللجان واللجنه. ومش شرط يعني انا اقول لك على حاجه، انا في وجهه نظري لو انت هتعمل لجنه كوره لازم يبقى في العنصر المالي موجود في لجنه الكوره. انا وجهه نظر كده. العنصر ايه يا كابتن؟ العنصر ايه؟ المالي. يعني النهارده زي زمان، انت مثلا لو نرجع، كان زمان ممكن لجنه الكوره، او ممكن يقول لك لجنه الكوره لازم يبقى في واحد على الاقل ماليا، هو مش هيدي النادي حاجه، بس في نفس الوقت انا لو عندي ازمه ماليه ومثلا في لعيب عاجبني، الراجل بيضخ فلوس اجيب اللعيب ده، وبعد كده ممكن اتحاسب معاه زي النادي الاهلي. النادي الاهلي لو تفتكر كان الاستاذ ياسين منصور موجود في لجنه الكوره على طول، رجال اعمال كانوا بتاع نفس القصه. نادي الزمالك كان لو اعتقد الحاج فاروق ابو النصر كان موجود الفتره برضه من فترات في لجنه الكوره، اللي هو كان برضه بيقدر يضخ حته الفلوس دي في وقت من الاوقات. انت بس هو دلوقتي نادي الزمالك يعني بيستغل اولاده والنجوم الكبيره، زي يعني انا بتكلم على اسم كبير زي كابتن فاروق جعفر، ما ده في حد ذاته. بص انا بالنسبه لي كابتن فاروق، بص انا كابتن فاروق، انا عشان انت فتحت الموضوع، يمكن الموضوع قبل كده، انا ما عنديش مشكله. انا طبعا انا بحترم حد اكبر، اي حد اكبر مني، واي حد هو كابتن فاروق بالنسبه لي اكيد طبعا راجل يعني اللعيبه الكبيره لعبت في الزمالك. لكن انا شايف يا كابتن فاروق اللي زي ما قلت لك، لازم النهارده نضخ دم جديد، ولازم يبقى في ناس جديده. لازم انا دي برضو انا ما بفرضش، انا ده مش رايي، انا مش بفرض رايي، بس انا شايف ان النهارده، عارف انت يا كابتن فاروق ايه، لو انا اشتغلت في حته خلاص لازم النهارده بقول لا شكرا سلام عليكم، ممكن حد تاني ياخد فرصه، ممكن حد يبتكر حاجه، ممكن حد شايف حاجه. فانا وجهه نظري الناس اللي اشتغلت قبل كده ممكن يعني ندي بقى ناس فرص تانية. في نجوم كتير، انت خلي بالك، انت ناسي جيل، مع احترامي يعني جيل 2000 ل 2004 انت عندك ناس في الجيل ده يعني حدث ولا حرج الاسماء. نفسي فعلا، انا نفسي الجيل ده ياخد، مش لازم ياخد فرصته في الدرجه الاولى كمدربين، ياخد فرصته حتى في مدربين في الناشئين، ياخد فرصته يبقى في لجان. ده الجيل ده من اكتر الاجيال اللي جابت بطولات لنادي الزمالك. انت لو بتتكلم على تامر عبد الحميد، بتتكلم على بشير التبعي، بتتكلم عن وائل الاباني، بتتكلم عن حازم امام، بتتكلم عن طارق السيد، بتتكلم عن طارق السيد، رغم بقى الناس ممكن يقول لك عشان لعب في يعني الجيل ده كله، جيل كابتن احمد صالح، الجيل ده كله جاب بطولات كتير من الزمالك. اتمنى، وانا بقول لك اتمنى ان الجيل ده ياخد فرصته في نادي الزمالك، ممكن في قطاع الناشئين، في لجنه الكوره، كابتن عبد الحليم علي، وليد صلاح عبد اللطيف. الناس دي فرحت الجمهور كتير قوي، جابوا بطولات نادي الزمالك. اتمنى ان الجيل ده ياخد فرصته، وبالاضافه برضه لان الناس يبقى معاهم ناس خبره اللي يقدروا برضه يبقى في تشاور وفي كذا اراء. لكن انا مش ضد حد فرضه، لكن زي ما بقول لك انا ضد اللي ممكن النهارده التغيير. انت فكره التغيير يا كابتن قدام، وانا زي ما قلت لك ما فيش مشكله مع حد. انا اتمنى التوفيق في الاول والاخر، اتمنى التوفيق لنادي الزمالك اللي خيره عليا وخيره على ناس كتير، ونادي الزمالك يستاهل اكتر من كده. واتمنى الفتره الجايه كل واحد عنده طموح اللي يبقى رئيس نادي، كل واحد طموحه، لكن مش وقت الانتخابات، لسه سنه على الانتخابات، ولا وقت قوائم، ولا وقت حاجه. اتمنى اللي فعلا بيحب نادي الزمالك الفتره دي يبقى يظهر حبه اللي هو يدعم النادي. مش لازم ابقى شغال في النادي عشان ادعم النادي، انا لو بره وقادر ادعم النادي ادعم النادي. يعني انت عندك مشكله دلوقتي يا كابتن امير، ان في بعض
الاسماء بتقول انها هي نازله كرئاسه مش عندي بص يا كابتن فاروق، انا مش عندي مشكله. انا مشكلتي بص على بالك لعيبه الكوره. انا بص انا اشتغلت يعني مع الفرقه دي كلها. صدقني لعيب الكوره المحترف اللي بيفصل نفسه عن الاجواء وبيفصل نفسه. بس ممكن اجواء بقى السوشيال ميديا والناس والفرق ده يتنقل للعيبه بطريقه سلبيه. قال النادي مش عارفه ما فيه ايه والنادي فيه ايه. انا في وجهه نظري لعيب الكوره وفر له جو يركز فيه مستحقاته، وفر للمدير الفني مستحقاته، الجو اللي يشتغل فيه نطر. لكن صدقني اللعيبه مش هتركز. لكن من عارف اللي بيقول لك ايه كتر الزن على الودان، يعني من كتر الزن ممكن بيطيع يقول لك لا النادي مش عارف ايه. لا انا اتمنى الفتره دي بجد. لسه احنا في بص يا فاروق معلش مع احترامي، اتفضل. الواحد انا هقول لك بامانه يعني انا الموضوع ده فعلا ما بقاش يفرق معايا. انا اما والدي انا كان معايا في يوم واللي انا ما شفتهوش، ما حدش عارف بكره في ايه. صدقني والله العظيم صحيح. نفسي الناس زي ما بقول لك تبص للنقطه دي. ما حدش عارف بكره مين اللي هيعيش ومين اللي هيموت ومين اللي فصدقني ما حدش يفكر بعد لما الدنيا تقرب. ابداوا اتكلموا في انتخابات وابداوا اتكلموا في كذا واتكلموا في كذا. اللي عايز النهارده ينجح نادي الزمالك صدقني ينجحه، يدعم نادي الزمالك، يدعم الفريق، يقول كلمه كويسه للفريق، يقول كلمه كويسه للنادي. وزي في الاول والاخر اما نادي الزمالك بيكسب الناس كلها بتبقى مبسوطه. وفي الاول والاخر زي ما بقول لك اتمنى السنه دي بجد. انا كان نادي الزمالك كان نفسي يحقق بطولات اكتر من كده، بس دي كوره. اتمنى طبعا. ان شاء الله السنه دي باذن الله يعملوا اللي عليهم. وانا سعيد برضو في الفتره الاخيره زي ما بقول لك الدنيا هاديه بعد ماتش المقاولين. النهارده مبسوط النهارده في بيوفروا اللعيبه عقودهم، بيوفروا العمال، بيوفروا المدربين. زي ما بقول لك ننسى الخلافات. واتمنى ان شاء الله اللي يبقى الكلمه والاول والاخيره ان الزمالك ينجح باذن الله لكل الناس. كل التوفيق ليك يا امير ان شاء الله. ويعني مهمه جديده بالنسبه لك ان شاء الله كمدير فني لنجوم المستقبل. الامير عزمي مجاهد مدير الفني لفريق نجوم المستقبل. بشكره شكرا جزيلا. خليني قبل ما اطلع لفاصل